اسمك ايه؟ علاء. بتشتغل ايه؟ صحفي. صحفي. صحفي بتعمل ايه يعني؟ بتعمل ايه؟ في الرياضة. في الرياضة. ايوه. اللي انت محطه في الكرتونه، رايح الكرتونه معاك الكرتونه، انا النهارده لو قال لي خسر هطلع ميتين منه الجزء. طيب بدايتها كده. الصرصار حشره، فلا فارق بين الصرصار والحشرات. مظبوط. انا بفكر ده كده. صرصار على طول يبقى صرصار. لحظه، عارف الصرصار اللي بيطلع من البلاعه المعفن، هو ده الحاجه. كويس قوي قوي قوي. هات افتح وشوف الصراصير والكلاب واللي مش كذا واللي كذا واللي كذا واللي كذا واللي كذا. الصرصار عندك؟ انا عنده الصرصار والكلاب عنده. ده هو واحد قالها. بقول لك يا توني ده المصطلح بتاعه يا حكام. الصرصار والكلاب ده المصطلح بتاعه ده. انا عايز اعرفك الناس الغلابه بتحبك يا دكتور، بيحبوك، فخلاص صرصار. انا مش معقوله فعلا افتح دكتور. كويس. يعني طب مين الحكم اللي انا قلت عليه صرصار؟ لا ما قلتش، ما حددتش اسم. قلت اللي يعمل كده يبقى صرصار، اللي يعمل كده. الصرصار انهي بقى يا دكتور؟ اللي هو بتاع البلاعه ولا هو اللي حضرتك درسه اللي هو بتاع الكتاب؟ لا البلاعه طبعا. انا ما اعرفش صرصار في الكتاب. احنا بتوع البلاليح. اصل هي بتقول حضرتك انا ارجوكم انا في موقف بالغ الصعوبه. بص بقى اقول لك نكته على الصرصار ده، عشان كان في لعيب كره قدم زمان في الاربعينات والخمسينات اسمه كامل صرصار، اسمه كده، لعب ترسانه وبعدين لعب اولمبي، وكان صديق حميم لحنفي بسطان ومحمد الجندي. ومره ماشيين الثلاثه على الكورنيش، فرجل كامل صرصار يعني خذلته فوقع في بلاعه، فحنفي بيقول الحق يا جندي صرصار وقع في البلاعه، قال له ما نزل بيته. الناس كلها كانت راضيه ان احنا وصلنا للتصفيات النهائيه، خسرنا. كان هناك هو انهي ناس دي اللي انت تقص عليهم؟ الجمهور كره القدم اللي انا اعرفه. لا يبقى انت ما تعرفش جمهور. لا اعرفه كويس قوي. انا لعبت ضده ولا لعبت قدام ملايين. بس بكل اسف انت بتتكلم، انت كرة القدم تفهمني يا تكسب يا توصل كاس العالم يا ما توصلش. يا دكتور علاء بعد اذن حضرتك، بالرغم ان انا لعبت اكتر من حضرتك كتير جدا في كرة القدم، لا انا ما لعبتش اساسا ومارست. لا ما يمكن لعبت. لا ما لعبتش خالص. ما لعبتش خالص. طب كويس انك ما لعبتش. موبايلك فين؟ تليفون. والآن نحتفل بتدشين السفينة نورماندي 2. يا بيه انا بشتغل وانت قاعد في بيتك. وحمدي قنديل قاعد في بيته. لا حمدي قنديل ده هرم من الاهرامات، لكش دعوه بحمدي قنديل. وانت عايز تقارن نفسك بحمدي قنديل؟ حمدي قنديل انت عايز تقارن نفسك بحمدي قنديل؟ روحنا طبعا. لماذا لا يتحرى مقدمي البرامج على الفضائيات الجهل يا طارق؟ يا طارق الاعلام النهارده بقى، يعني لما يطلع موظف في اتحاد الكوره مسؤول عن الاعلام ويطلع في القناه بتاعته، تنتظر ايه بقى؟ تنتظر من الراجل المسؤول الاعلامي اللي بياخد له 20-30 الف جنيه من اتحاد الكوره واسمه مدحت شلبي، واحد ناجح في الصالات والمولات وبرامج الترفيه وبرامج المسابقات، روح يا اخي. واحد ناجح يستضيف فنانين ورقصات والكلام ده ويقعدوا يسالهم، يروح يا اخي. كل واحد يروح شغلته. وردة جزائرية لما قالت انا عندي بغبغان شنبه بنص لسان وعندما تلقى هذا البغبغان عظمة تحول إلى بوبي ليدور ويلف حول كل القنوات طائرا بجناحيه يلقي بسمومه وضحكاته التي لا تملك أمامها إلا السخرية أو الضحك. وفي هذا التوقيت خرج عليه صاحب المحل ونتف ريشة من ريشه على الهواء. نظرا للسقوط الإعلامي اللي عمله الدكتور علاء الصادق على الهواء، ودي أول مرة تحصل في تاريخ الإعلام في العالم، يعني اللي هقول لك إيه، سقوط. طب دكتور وليد تسمح لي أقطعك لمدة دقيقة واحدة؟ سوري الطبيب علاء الصادق. أنا آسف طبعا الدكتور علاء أصله ممارس عام مش دكتور. بغض النظر أنا عايز أسأل سؤال. لا بس أنا هسأل لحظة. أنا طبيب ومش دكتور. حضرتك يا دكتور وليد
في المداخله اللي فاتت مع الاستاذ ريهام قلت كلمه دكتور علاء صادق حوالي 10 مرات. لا. لما انت تعرف ان انا طبيب ليه قلت لي دكتور علاء صادق؟ دي غلط. هو حضرتك اللي بتحاور ولا الاستاذ معتز؟ لا معلش يا دكتور علاء ممكن تخليني فعلا احاور؟ معلش على المايك انك تفضل تحاور. دكتور وليد، استاذ توني بيقول لك هو بيشتغل وانا ما بشتغلش. قاعد في بيتكم. الشاعر قال ايه؟ وذو جهل ينام على الحرير وذو علم ينام على التراب. فانت بقى اللي ذو علم بقى. انت اللي بقى اللي ذو علم. ده الشاعر قال كده من زمان. ده انت اللي ذو علم ده. شاعر كان شاعر صرصار. كان اسمه ايه صرصار برضه. من اشد المعجبين بالدكتور علاء. بتتكلم كلام حقاني. واضح يا رب. لا بتتكلم كلام حقاني. وتصرفاتك واختيارك ليا واضح محبه واضح ان انت اخترت الشخصيه قوي يا ماما. عايزينك تلعلع النهارده في الفتي يا كبير الحكام. افتي براحتك بقى يا عم اي فتي. والله انا فرحان ويشرفني. اعزائي المشاهدين، ساعرض عليكم اليوم فضيحه جديده من فضائح الحكميه. طبعا عارفينه. انت عملت فيلم حطيتيني تاريخيا في انتي واحمد. انا واحمد عيد. هو كان الاستاذ محمد امين هو اللي عمل كده. استاذ محمد امين المخرج والمؤلف. بصراحه يعني ده نجح ولا كانت اراده؟ نجح الحمد لله. ده كسر الدنيا. طيب خليني المشهد بتاعي ده هو اللي عمل الفيلم. خليني ارجع. اتعمل لك مشهد انت قبل كده؟ لا الحمد لله لسه قدامي كتير على ما ادخل مشهد على ما كسر الدنيا. طيب نرجع. طلبت البوليس. رد عليا. اطلاقا. في حد طلب البوليس. طلبت البوليس. رد عليا. موبايلي مقفول. هو ده. هات الموبايل، خد منه الموبايل بتاعه. معاك فلوس. بدأ الدكتور علاء في برنامج هنا القاهرة بدأ يبقى حاصل انتشار ليه مع الناس. الانتشار ده لأول مرة يذوق الدكتور علاء بهذه نسب المشاهدة العالية. أول مرة ما شافتش قبل كده. فبدأ ان هو يعني حضرتك عايز تقول دكتور وليد انك صاحب فضل على الدكتور علاء انك عرفت لا يا فندم، انا بقول ان قناه مودرن حضرتك يعني قناه مودرن عرفت الناس بواحد بقاله 35 سنه في الاعلام. غيرت الدكتور علاء من عربيه مش فاكر بيجو باين لجاكور النهارده. هل في كان بي او حاجه؟ مفيش. لا خالص مفيش كلام ده. مفيش اي حاجه. انا مش هيبقى في بيبي. واحد يقول لك انا قطعت الخلف. لا ده انا قطعت البيبي. عندي اقتراح ثانيه بس بعد اذنك يا دكتور وليد. عندي اقتراح. انا مضطر امشي. خلي الدكتور وليد مع حضرتك على الهواء. وانا على التليفون في نهايه الحلقه انا ممكن اكمل. طب اتفضل. بس خلاص انا واعد الدكتور علاء الحقيقه ان هو هيمشي 11 وربع بالظبط. خلي الدكتور وليد. شكرا للدكتور علاء صادق. انا بشكرك جدا ونتمنى لك كل التوفيق. شكرا يا فندم. انا ممكن ابقى معاك على التليفون بعد 5 دقائق ان شاء الله. باي باي. شكرا، الى اللقاء. دكتور وليد حضرتك على الهواء مباشره، لو سمحت بس تشرح لي الموضوع ده. شفته قبل كده يا استاذ معتز. بعد ان كشف الساقطان عوراتهما على الهواء وتطاولا بفجور على صفوة المثقفين والشرفاء، سأرحل. لن أبقى يوما بجوار أمثالهما من الجهلاء. أعزائي المشاهدين، سأفتقدكم كثيرا. إلى اللقاء.